السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض الكفتة اللي بالرز، وهنعمل معاها حبة رز كده وحبة سلطة، ويعني شوية حبشتكنات كده هويتي هنعملهم حوالين اللي هي الكفتة. تمام. معايا النهاردة ان شاء الله نص كيلو لحمة. تمام. فرمة يعني، أو هتجيبيه مفروم يعني كده، مفروم كويس معاها يعني الكفتة معاها حبة دهن كده هويتي قد البياضة كده، أو قد البيضة مرتين ونص كيلو. ومعايا نص كيلو رز، ومعايا بصلاية يعني مش كبيرة قوي. ومعايا حوالي يعني راس صغيرة برضو توم صغيرة. ومعايا حزمة كزبرة، لو كبيرة حزمة، لو مش كبيرة حزمتين، وحسب الرغبة. بس هو الكزبرة اللي هتديك الطعم الجميل التحفة. وبرضو معلقة شطة اختياري، ومعلقة فلفل صغيرة، ومعلقة كزبرة كبيرة، ومعلقة ملح. وهتدوقي وهتشوفيها محتاجة معاكي ايه. انا كده حطيت الكزبرة والثوم والبصل والتوابل واديتها ضربة الكب. وحطيت عليها حبة رز، شوية رز، واديتهم برضو ضربة كده. انا هحط معاهم حبة لحمة برضو، عشان انا كده هي كده يعتبر مفرومة، بس عشان الخضار واديها ضربة مع بعضيها عشان اخلطها كويس. تمام. برضو انتوا يعني هتدوق اللحمة على سنة، على يعني على يعني على سنة لسان كده هويتي تدوقيها. لو محتاجة حبة ملح نحط لها حبتين، مش محتاجة خلاص. كده انا فرمت اول كبة كده اه، اديتها ضربة حلوة كده هويتي، انضربت مع بعضها بالخضار. هي خدت الوش ده، خد كله الخضار والحاجة، يعني باقي كل الحاجة اللي انا حطيتها. بس كده. واديت برضه عشان ما اطولش عليكم، واديت كمية اللحمة التانية، حبة اللحمة بالرز اديتها ضربة وخلطتها على بعضها. وانا هدمجها بيدي كويس، هدعكها دعكة تمام، يعني اخليها تختلط كلها ببعضيها. بس كل ما ادعك فيها كل ما وهي يعني طرية، كل ما ادعك فيها كل ما تمسك معايا وتبقى حلوة خالص، يعني هي طرية مش ناشفة. تمام. انا كده خلصتها دحك كويس، وهصبحها معاكم كده. هعمل منها تشكيلة، هصبع وهعمل منها كور، وهعمل منها زي جرس الطعمية كده. بس هي في الآخر كفتة بس جميلة جميلة، والكزبرة بتديها طعم جميل خالص كده. هتجربوها إن شاء الله وتدعوني. نص كيلو الرز بس أنا طحناه طحن جامد، يعني طحنة ناعمة، عشان ما يبقاش من طول ما الرز خشنة معاكي الكفتة تفك وما تمسكش معاكي. كنا حاطة نص كيلو رز، نص كيلو لحمة، نص كيلو رز، الاتنين زي بعض، بس مفرومة فرمة. شايفة لما انا بصبحهم، انا صبحت كده، شايفين جمعوا معي حبة حلوين، يعني حبة بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، حبة حلوين قوي. انا حطيت الطاسة وفيها سمنة، وهحمرهم عشان السمنة بتدي الكفتة طعم وجمال يعني. ومعاها انا حتة الدهنة دي برضو بتديها طعم جميل، اللي بتتحط اللي ما تتحط في اللحمة وهي ما تتفرم. الدهنة اللي هي بتبقى في صوص كده، دي بتخلي الكفتة جميلة خالص. دي اللي هي بنسيحها، بنسليها ونعملها زي تبقى دهن سايح كده. هي تتحط منها حتة في الكفتة. وهنا وانا واقفة على البوتاجاز بحمر فيهم، هعمل حبة رز معاكم. طبعا الرز كلنا الحمد لله شطار في المطبخ واشطر مني بكتير. هعمل معاكم حبة رز
بس لما بصوره بالمرة وانا بعمل الكفتة هقف معاكم. وبرضه حطيت معلقتين سمنة حلوين هنا سخنوا جامد، هطشهم بالطماطم المسبكة موجودة عندي في التلاجة مسبكة وجاهزة. دي طماطم يعني مسبكة وجاهزة كده هويتها. أنا هحوش منها لما تفك، هحوش حتة منها عشان ده كتير. شايفينها الشعرية اتحمرت كلها بالحباية. هحط عليها كيلو رز. بصوا اتحمرت الشعرية شوية، الشعرية جوف يعني مقدار الشعرية مقدار الرز. شوية شعرية يعني حوالي ربع كيلو مع كيلو الرز. وأحط عليها مية سخنة، مية بتغلي عشان الرز يغلي جوه. ومعلقة الملح مش كبيرة عشان الملح ده حسب كل واحد بنحب الحاجة يعني حاجة شوية، واللي يحبها مش قوي كده. الطماطم هنا فكت معي فيها فضلة يعني حاجة بسيطة كده هحوش هنا دي. وانا بكده اخر حاجة في الكفتة هخلصها معاكم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هتبل الطماطم المخدعة ملح وفلفل وكزبرة نفس اللي انا حطيته في الكفتة بحطه بتبل بالدمعة. وبرضو حبة شطة بتديها طعم كويس، طعم جميل. وده حسب الأذواق برضو الشطة. وبصوا أنا كده هي غلت واتخدعت وأنا حيكتها كده بالتوابل. هحط الكفتة وهي الطماطم مخدعة فيها تغلي 5 دقايق. هسيبها كده تغلي 5 دقايق وبعد كده هرتيها بشوية مية. تمام. تغلي هي ما تغلي وهزيدها بشوية مية سخنين عشان يبقى فيها نشا كده. ولو محتاجة ملح تاني هحط لها حبة ملح، مش محتاجة خلاص تمام. أنا مش محتاجة ملح معي. والرز كده اتشرب معايا واستوى اهو استوى، بس الكاميرا مش موضحاه. وهنا أنا خلصت كده معاكم الكفتة، حمرتها وصبعناها وحمرناها في أقل من هو الفيديو طبعا ما ياخد حوالي ساعة وأكتر، بس ما اجيبه لكم في 10 دقايق. تمام. انا ما خدتش معايا وقت بالفعل. خليت منها محمر وعملت منها بطماطم عشان اللي يحب ياكل كده. عندي كابوتشا قطعتها وحطيتها تحتيها عشان تدي شكل جميل للي هياكل، عشان العين بتاكل قبل البوك. ورشيت عليها كسرت اللون بتاعها بحبة كزبرة، عرق كزبرة كده. شايفينها جميلة والله جميلة جميلة. وإن شاء الله بإذن الله كده تعملوها وتدعولي بإذن الله. وعاملة حبة بتاع ده سلطة خيار وطماطم وبصل برضو. وبالهنا والشفا على قلبكم وقلب اللي ياكل. وأعب الرز معاكم اهو. هنحط الرز نغرفه. شايفين انا بديه رسمة برضو، عندي الرسمة دي جميلة برضو. تديه الرسمة يبقى شكلها جميل. اللي مش لازم اكل بياكل والله عشان الشكل بيبقى جميل. بصوا بص بسم الله ما شاء الله الله اكبر. في في ثواني كانت اتعملت معنا أكلة جميلة. رز معاكم كله على الهوا كله. ما عملتش بعد عنكم أي حاجة. شايفين يا حبايبي والله كفتة جميلة جميلة وطعمها تحفة. إن شاء الله تجربوها وتدعولي. شايفين أنا أكلتها وبقول لكم جميلة جدا والله. ودي اللي في الطبق لما بتاخد يعني خدت من 10 دقايق ل12 دقيقة على البوتاجاز في الطماطم. ربع ساعة انكترت. بص جميلة كيف حبة بحبتها. قعدت لتاني يوم والله. الطبق اللي قعد لتاني يوم زي ما هو كده جميل جميل جميل. ما فلتتش مننا ولا فكت ولا حاجة خالص. وبالهنا والشفا على قلبكم. واحنا بنعمل الحاجة كده نذكر ربنا ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم عشان البركة تكتر وتبقى في الحاجة.
وبنية الهداية لأولادنا ولأزواجنا ولكل اللي ياكل إن شاء الله. مع سلامة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.